إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه سبحانه وبحمده. تفضل علينا بمنن جلت حصرا وتعدادا، وهدانا شرعة انتظمت صلاحا ورشادا وفلاحا وإسعادا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد من أراد شرا وإفسادا في هذه الدنيا نفيا وإبعادا، وفي الآخرة نارا وبئست مهادا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، عم العالمين رحمة وودادا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا في الإعمار والإصلاح روادا، ولحياض الرقي ورادا، ومن اقتفى أثرهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا لا يبلغ البحر له مدادا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، اليوم أستعين بالله صادقا أن يمكنني من البيان وأن يجعله طوع بنان، لعلي أملك قلوبكم بالبرهان فيخضع يقينكم فتحكموا بالفرقان. اليوم أتيكم بما لا يختلف عليه الثقلان، أضع بين أيديكم وعلى مسامعكم أدلتي وحججي وأسانيدي على التكفيريين الخوارج الذين ملأوا مصر كبرا وامتهانا وكفرا وتفجيرا، وتركوها تتهاوى في امتنان، فأتوا على ما أنعم الله عليها من كيان. والله لو صدقوا الله ما فعلوا بمصر ما فعلوا، والله لو صدقوا الله ما فعلوا بمصر ما فعلوا، وما أشعلوا بأخضرها ويابسها النيران. ها قد أذن الله لنا ومن علينا بأن نمثل بين أيديكم مقدمين الدليل تلو الدليل على ما اقترفته تلك الجماعات من جرم وآثام، من غصب وعصيان، من إثم وعدوان، من كذب ولغو وتلاعب في الأديان. نسوا الواحد الديان. يقول الله جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها المصريون، إن الله سبحانه وتعالى ذكر مصر في القرآن الكريم، وهي مأوى للأنبياء، أصبحت مطمعا للغزاة
أصبحت مطمعا للغزاة، وجاء اليوم الذي يطمع فيها أبناؤها ويحاولون السيطرة عليها وتسخيرها لأهدافهم الهدامة من خلال تحالف بين الشياطين والأعداء لتحويل البلاد إلى دويلة أو إمارة اتخذوا من الدين ستارا لتحقيق مصالح خفية. اتخذوا من الدين ستارا لتحقيق مصالح خفية. هؤلاء استطاعوا أن يغيروا آية ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلى ألا بذكر الله تقطع الرؤوس. هؤلاء استطاعوا أن يغيروا ما قاله ربنا جل وعلا عند ذكره، عندما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، غيروها إلى ألا بذكر الله تقطع الرؤوس. ألا بذكر الله تقطع الرؤوس. نعم أيها الأحباب، هم الذين يدعون أن أعداءهم هم من يغيرون كلمات الله ونصوصه المقدسة، بل يؤلفون دينا جديدا يحض على الإرهاب والذبح وقطع الرؤوس وبذر الأطراف وسحل الجثث. يقتلون باسم الله ويذبحون الضحية أمام الشاشات وهم يهتفون الله أكبر، وتحت راية مكتوب عليها لفظ الجلالة: أي رب أمرهم بهذه الهمجية، أي رب أمرهم بهذه الهمجية وبهذا التوحش. علينا قبل أن نحضر التجول، علينا قبل حظر التجول أن نطبق حظر التكفير. علينا قبل حظر التجول أن نطبق حظر التكفير. علينا أن نسأل أنفسنا قبل الغرق في التفاصيل البلوغية سؤالا بسيطا هو مفتاح الحل. ما الذي جعل هذا الانتحاري على سبيل المثال لا الحصر الذي فجر كمين كرم القواديس وجعل مصر سرادقا كبيرا تولول فيه 50 أسرة، ما بين فقد نوارة شبابها أو إعاقته، ما بين فقد نوارة شبابها أو إعاقته، ما الذي زيف وعيه ومسح عقله تماما ففجر نفسه بأطلان الTNT كما تقال حتى تشظى أي تحول إلى خلايا لا إلى أعضاء،
وتشرب ما إلى شذرات لا إلى أشلاء آدمية. هل هو المال الذي جعله يفجر نفسه ويفعل ما فعل؟ هل هو المال؟ بالطبع لا. هل هي الشهرة والصيت؟ لا وألف لا. إنه أيها المسلمون المصريون إنه التخدير الديني، إنه التخدير الديني. وعد الجنة والحور العين، وعدوه إن لما يفجر نفسه ضد هؤلاء المخالفين له وعدوه لأنه سيدخل الجنة، سيتنعم في الجنة، سيتنعم بالحور العين. إنه التقدير الديني. وعد الجنة والحور العين. فتاوى الاستشهاد وتحقيق رغبات الرب بنفس الكفر الملحدين، فها نحن في نظرهم كفار ملحدين، نفس الكفر الملحدين، وإعلاء كلمة الله من خلال الدم والبتر والسحل والذبح والإرهاب والتفجير. ما الذي جعل هؤلاء الإرهابيين أسفل أنواع الإرهابيين الذي عرفهم التاريخ وأقذرهم وأشرسهم وأحطهم أخلاقا وأقساهم قلبا وأغباهم عقلا وأكثرهم انعداما للمشاعر؟ إنهم يضربون عربات الإسعاف حتى يموت الجنود الجرحى. ما هذا؟ يضربون عربات الإسعاف حتى يموت الجنود الجرحى في سابقة لم تعرفها، في سابقة لم تعرفها شعوب آكلي لحوم البشر. لكم أن تتخيلوا مدى الهمجية، لكم أن تتخيلوا مدى الهمجية. من أي رحم نجس ولد هؤلاء؟ من أي رحم نجس ولد هؤلاء؟ من أي نبت شيطاني نبت هؤلاء؟ من أي نبت شيطان نبت هؤلاء؟ من أي كهف خرج علينا هؤلاء الضباع؟ هؤلاء الضباع مصاص الدماء. إنهم وغيرهم خرجوا علينا من بين صفحات الكتب الصفراء وفتاوى دعاة البزنس الديني، فلقد أصبح الدين تجارة رابحة لهؤلاء. فتاوى دعاة البزنس الديني وتماصرة الكهنة. لذلك لم ننتصر على هؤلاء، لم ننتصر على هؤلاء الإرهابيين إلا بإعلان الحرب الفكرية، إلا بإعلان الحرب الفكرية والثقافية على هؤلاء. من الممكن أن نقبض على الجناه في حادثة ما، لكن من المستحيل أن يكون سجنهم أو إعدامهم
نهاية المعركة إنه فقط البداية، إنه فقط البداية. باسم الدين يأتون كل فعل مشين، باسم الدين يأتون كل فعل مشين، باسم الدين يتاجرون بالدين، باسم الدين يقتلون الآمنين، باسم الدين يهدمون الأوطان، باسم الدين يتاجرون بالغلابة الجائعين، باسم الدين يتاجرون بالغلابة الجائعين، باسم الدين يقطعون السبيل، باسم الدين ينتهكون الأعراض، باسم الدين فرقوا الأمة شيعا وأحزابا، باسم الدين فرقوا الأمة شيعا وأحزابا، باسم الدين فرقوا بين الابن وأبيه، باسم الدين فرقوا بين الأخ وأخيه، باسم الدين فرقوا بين الأخت وأختها، باسم الدين فرقوا بين العائلة الواحدة، باسم الدين جعلوا الأمة فرقا شيعا أحزابا متناحرة. أيها المصريون، إنما يحدث في مصر الآن إنما هو جزء من تلك الخطة التي بشر بها أحبار الماسون وأنبياء إسرائيل وشيوخ صهيون في موسوعات ودراسات ومؤتمرات وفي أصفار. نعم، يجب أن تعلموا ما جاء في الكتب الماسونية المحرفة عن مصر خاصة، جاء فيها كما جاء في التوراة والأنبياء والملوك والتواريخ والمزامير، تخص خطة المهندس الأقدس. اسمعوا للخطة التي وضعت الخطة التي وضعت لمصر في الكتب المحرفة، تخص خطة المهندس الأقدس مصر. نعم، مصر بالنصيب الأوفى من رث الخراف من مجدل إلى أسوان، خطط لها ونفذ أبناؤها. هم خطتهم واللي بينفذ الشعب. خطط لها ونفذ أبناؤها حتى يذوب قلبها داخلها فئة من الخوف، ويقتل المصريون بعضهم بعضا، يقتلوا بعض مش العدو اللي في الدنيا، ويقتل المصريون بعضهم بعضا، ويدور القتال من مدينة إلى مدينة بعد الفتنة التي يزرعها ملك إسرائيل. اسمعوا، وتجف المياه من البحر وتنتم مياهه وتبدد كل مزارعه حتى السواقي تجف، لا يوجد ماء، حتى السواقي تجف وتصبح مصر كالنساء فترتعد خوفا وفزعا. الشعب يبقى كالمرأة من شدة الخوف والفزع، وتصبح مصر كالنساء
فترتعد خوفا وفزعا، ويصبح في داخلها أهلها، ويصيح في داخلها أهلها، إذ يصيرون في 5 أقاليم. يعني مصر تتفكك إلى 5 دويلات، ثم إذ يصيرون في 5 أقاليم كلها تتكلم العبرية، وتتلاطم مياه الغرب على أراضيها. اسمعوا أيها المصريون، ويأكل السيف ويشبع ويرتوي من دم المصريين. هكذا جاء في كتبهم المزعومة، هكذا جاء في كتبهم المحرفة. يأكل السيف ويشبع ويرتوي من دم المصريين، وتسبى العذارى المصريات، وقد ملأ الأرض صراخهن، ويسحبن أسيرات في خزي عالمي إلى أرض إسرائيل في جلعات. المرأة المسلمة المصرية أصبحت عابدة أسيرة يسيرون بها من مصر إلى إسرائيل في جلعات. هكذا جاء في كتبهم المقدسة في الخطة التي وضعت للقضاء على مصر. ومن ينفذ ذلك؟ من الذي ينفذ هذه الخطة؟ هم أبناء هذا الوطن. نعم، تصبح المصرية المسلمة أسيرة لهؤلاء، عبدا لدى هؤلاء. وجاء أيها المسلمون المصريون في سفر إشعياء، في سفر إشعياء في الإصحاح 19 أحد كتب اليهود المحرفة، سفر إشعياء في الإصحاح 19 جاء فيه: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. انظروا إلى الوصف جيدا، وأنزلوا هذا الوصف على الواقع. يقولون في كتبهم المحرفة: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربوا أن يتقاتلوا فيما بينهم، كل واحد يقتل أخاه يقتل صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، أن ينتشر القتل والخراب في ربوع مصر الموعودة بأن تكون عكاز قصب لبيت إسرائيل، يكسرونه ويدوسون عليه. مصر المنظورة وفق البشارة الماسونية بألا تمر فيها رجل إنسان ولا رجل بهيمة، ويشتت المصريون بين الأمم. هكذا يرادوا لكم، هكذا دبروا لكم، هكذا جاء في كتبهم. ويشتت المصريون بين الأمم ويبددون في الأرض، وتؤخذ ثروة مصر وتهدم أسسها وينحط كبرياء عزها
وتضرم النار فيها، وتتحول الأعياد إلى مياتم، وتتحول الأعياد إلى مياتم، والأغاني مراقي، وفي كل بيت مناحة كمناحة العبيد. كل ذلك تجده في أسفارهم، في كتبهم المقدسة بزعمهم، وهذا للأسف ما قام به بعض من المصريين، بل هناك من يحاول أن يقوم به. هذا ما نفذه المصريون وينفذوه بأيديهم، ووقعوا فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا لا ترجعوا بعد كفارا، ألا لا ترجعوا بعد كفارا، فكيف نكفر يا رسول الله بعد أن آمنا بالله وبك يا رسول الله؟ يريد النبي الكفر هنا يقتل بعضكم بعضا. وقعت الأمة فيما حذر منه النبي: ألا لا ترجعوا بعد كفار، يضرب بعضكم رقاب بعض، أي تتحولوا فيما بينكم إلى عراق، إلى مقاتلة. لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وصدق صلى الله عليه وسلم، وصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، كما جاء في مسند أحمد عن شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، أي النبي المولى سبحانه وتعالى أطلع النبي على كل مكان في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي أن الإسلام سيصل إلى كل بقعة في الأرض. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. اسمعوا إلى قول النبي يقول: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. يا رب ما تنزلش المجاعة على أمتي، وألا يهلك أمتي بسنة عامة أي مجاعة، وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم عامة. يعني يا رب ما تجيبش عدو يهلك المسلمين، وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم عامة، ولا يلبسهم شيعا، ولا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال الله سبحانه وتعالى لرسوله: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وبعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يسبي بعضا،
هكذا أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يكون العدو لها من أنفسها لا من أعدائها. أليس هذا ما يحدث يا أمة محمد؟ أليس هذا ما يحدث يا أمة محمد؟ الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يكفي بعضا. هيقتلوا بعض، وكل جماعة هتاخد حد أسير عندهم، وبعضهم يكفي بعضا. قال ابن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف أي بدأ القتل، إذا وضع السيف لا يرفع إلى قيام الساعة، لا يرفع عنه إلى قيام الساعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. الشيطان عرف إن ما عادش حد هيسمع كلامه، إنما هو عمل إيه؟ وقع بين المسلمين، التحريش بينهم أي عمل الوقيعة بين المسلمين، ولكن في التحريش بينهم. فالذي يجري في مصر الآن ليس إلا صراعا بين أن نكون أو لا نكون. الذي يجري في مصر الآن ما هو إلا محاولات مستميتة لتحويل مصر إلى فوضى، لتحويل مصر إلى فوضى، كما بشرت بذلك كوندوليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا السابقة. فوضى تهلك البلاد والعباد، فوضى تهلك الحرث والنسل، فوضى لا يستفيد منها إلا الخونة والحرمية والبلطجية وكل من يملك المال والسلاح والقوة. لا يستفيد منها الغلابة، لا يستفيد منها الضعفاء، لا يستفيد منها المساكين، إنما يستفيد من الفوضى من يملك السلاح، من يملك القوة، من لديه الغلبة. هؤلاء هم من يستفيدون من الفوضى. فعلينا أيها المصريون أن ننتبه إلى أصل الداء. فالمعركة في حقيقة الأمر إنما تدور في الأنفس، في القلوب، في الأرواح والعقول، لأن الأنفس والقلوب والأرواح والعقول قد استلبت وفرغ ما فيها من تراثها وتاريخها واعتزازها بأمجاد أسلافها وانتمائها إلى حقيقة دينها وأخذها بتوحيد ربها واتباع سنة نبيها. فرغت هذه العقول من هذا كله وملئت بحشو فارغ لا طائل له، لا طائل له من تلك الفلسفات والدعوات التكفيرية. بل وصل الحد إلى أن أحدهم ممن له شأن كبير عندهم، أي له شأن كبير لدى هذه الجماعات التكفيرية، وصل الحد إلى أن قال:
الوطن ما هو إلا حفنة من تراب نجس يقول عن وطنه مصر. الوطن أي مصر، الوطن ما هو إلا حفنة من تراب نجس. لو كان حفنة من تراب طاهر لكانت له قيمة، فكيف وهو حفنة من تراب نجس؟ الوطن عندهم هو حفنة من تراب نجس. لو كان ترابا طاهرا لم يكن له قيمة أيضا، فكيف لو كان من تراب نجس؟ ومعلوم أن المرء لو لديه حفنة من تراب نجس أول فكرة يجب أن يقوم بها أن يتخلص من هذا التراب النجس. أو شيء الإنسان يفكر يعمله لو معاه تراب نجس أول شيء يعمله أن يتخلص من هذا التراب النجس. هذا هو الوطن عندهم، لا قيمة له. هذا هو الوطن عندهم، لا قيمة له. يبعثر، يبدد، يبعثر، يبدد، يشدد، يقسم، يصير أنهارا من الدماء لا بأس. يصير أنهارا من الدماء لا بأس. وقال قائلهم قبل وهناك من قال أيضا: وأي شيء في أن يقتل 1 ملايين من أجل تطبيق الشريعة؟ إننا إن جماعة يتقتل والباقي يطبق الشريعة. أي شيء، أي أمر سيحدث، أي شيء في أن يقتل 1 ملايين من أجل تطبيق الشريعة. أي شريعة تلك التي تبيح القتل على هذا النحو؟ أي شريعة تلك التي تبيح القتل على هذا النحو؟ أهذه شريعة محمد؟ أهذه شريعة محمد؟ أهذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أهذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. من يتاجرون بالدين والنساء. ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. من قتلوا الناس وأخافوا الضعفاء. ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. من قتلوا الناس وأخافوا الضعفاء. ما هم بأمة محمد الذي أرسى الحب والإرخاء. من قطعوا الطريق وسفكوا الدماء. المسلمون المصريون في نومهم مستريحون مطمئنون يظنون بل يعتقدون أنهم قد قاموا بما عليهم، مع أن الأمر لم يبدأ بعد. إن الأمر لم يبدأ بعد. ما جد الجد بعد. على كل مصري، على كل مسلم في مصر أن يتقي الله رب العالمين
في ممتلكات هذه الأمة، في ثروات هذا البلد، على كل مسلم مصري أن يتقي الله رب العالمين في ممتلكات هذه الأمة، في ثروات هذا البلد. إن هؤلاء الخونة قد دخلوا في المرحلة التي يفجرون فيها ويخربون بها بلادهم لتخريب وحرق محولات الكهرباء، من أجل أن تغرق البلاد في الظلام. على كل مصري أن يحافظ على مقدرات هذا البلد، لأنه لا يعقل أن يكون هناك جندي من العسكريين أو من الشرطة المدنية على كل مكان في البلد. فهؤلاء كالسرطان، قد تغلغلوا في كل مكان في جسد هذا البلد، في جسد هذه الأمة. لا بد من استئصاله. كلاب النار. قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، أي هم شر الناس عندما يقتلون، ومن قتلوه هو خير الناس وأحب الناس إلى الله. شر قتيل تحت أديم السماء هؤلاء، وخير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه. كلاب النار. أيها المصريون، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في أنفسكم، استيقظوا من ثباتكم، من نومكم، من غفلتكم، فإن الأمر جد، والخطر على طرف البنان منكم، الخطر قريب منكم، فاتقوا الله في بلدكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله يغفر لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وانصار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المصريون، إن مصر تخوض الآن معركة وجود. إن الخطر يهدد الحدود، يهدد البلاد، وعلى المصريين أن يعلموا أن قضيتهم تقف على قدم وساق، إما أن يكونوا أو لا يكونوا. وعلى المصريين أن يعلموا أن معركتهم معركة وجود لم تنطفئ نارها، وعليهم أن يتيقنوا أن وجودهم في مهب الرياح الأربع، إما استقرار ونماء وتقدم، أو خراب وضياع ودمار، أو خراب
وضياع ودمار. فمصر تقع بين مطرقتين، وكلاهما يقودونها إلى الفوضى. إن الذي يراد له أن يحدث في مصر هو الفوضى، هو الفوضى الخلاقة الهدامة. إن الفوضى التي يراد إحداثها في مصر هي تفكيك المجتمع، هي تفكيك المجتمع المصري، ثم إعادة تركيبه على الأجندة الغربية في العقيدة والفكر والحياة والأخلاق والسلوك. هي إزالة الإسلام وإحلال الديمقراطية على النظام الغربي وليس على تعاليم الإسلام. مطرقة التطرف والإرهاب باسم الدين، ومطرقة التحلل والانحراف، ومطرقة التحلل والانحراف والتبرج والسفور باسم الحرية والديمقراطية على النظام الغربي. فالتشدد يقود الناس إلى كره الدين وتركه، ويؤدي إلى تكفير المجتمع، ومن ثم قتل المخالف، مما يؤدي إلى فوضى في المجتمع. فهذا زمان القتل فيه باسم الدين، فهذا زمان القتل فيه باسم الدين، باسم الله الواحد القهار. فباسم الدين قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وعندما قتلوه كانوا يقولون وهم يقتلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه: هي لله، هي لله. باسم الدين خرجوا على الإمام علي كرم الله وجهه، باسم الدين رفعوا المصائف عليه، باسم الدين كفروا الإمام علي رضي الله عنه وقتلوه، باسم الدين قتل الناس في المسجد الحرام، باسم الدين قتل الناس في المسجد الحرام. وحدث ذلك في فجر يوم الثلاثاء الأول من المحرم عام 1400 للهجرة، 20 من نوفمبر عام 79، في المسجد الحرام بمكة تم إدخال الأسلحة بالحيلة للحرم المكي، حيث دخل بعضها، أي الأسلحة، حيث دخل بعضها في نعوش للصلاة عليها. دخلوا نعوش على أساس أن فيها جسامين هيصلوا عليها صلاة الجنازة، وكان في النعوش الأسلحة. حدث ذلك في عام 1979، أي قريبا، في البيت الحرام تم إدخال الأسلحة في نعوش، ولكن كان في النعوش أسلحة. أغلق المسجد الحرام 15 يوما، لا صلاة فيه ولا طواف حوله. أغلق المسجد الحرام 15 يوما، لا صلاة فيه ولا طواف حوله. لماذا أيها الأحبة من قبل جماعة يطلق عليها جماعة الجهيمان أغلق المسجد الحرام 15 يوما، لا صلاة فيه ولا طواف حوله، ولكن قتل ورصاص من قبل جماعة الجهيمان التي ادعت خروج المهدي المنتظر فيها
اقتحم حوالي 200 واحد من جماعة يطلق عليها الجهيمان، وادعت أن المهدي المنتظر ظهر فيها وطلبت من الناس أو دعت الناس لمبايعته، وعندما رفضوا أطلق النار على من كان في المسجد الحرام وقتل من قتل باسم الدين، وقتل من قتل باسم الدين. المسجد الحرام الذي حرم الله قتل الحيوان فيه وقطع الأشجار وجعله حرما آمنا، قال الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. قتل الله سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا حرم فيه قتل الصيد، فكيف بقتل المسلم؟ ألا يعتبر الشباب، ألا يعتبر هؤلاء بما جرى في عدد من الدول عندما أسقطوا حكامهم وهم شر المستطير على رعيتهم؟ فقد انتشرت الفتنة في كل بيت وزاد البلاء واستفحل، وإنه جو في هذه البلاد، وإنه جو ليتمنون رجوع الأيام السابقة على ما كان فيها من ظلم وجو، على ما كان فيها من ظلم وجو، بعد أن جربوا الفوضى وذاقوا حرها واكتووا بنارها، ولكن هيهات هيهات، وقد قتل وجرح الملايين من الناس، وهدمت البيوت والمساجد وانتهكت الحرمات وسلبت الأموال وقطعت الطرق، والله المستعان وعليه التكلان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وعلى الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة. نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل نعمة ككل النعم تتطلب الشكر عليها. ومن الكفر بهذه النعمة أي نعمة الأمان في الأوطان، نعمة الأمن في الاختيار، من الكفر بها العبث باستقرار الوطن وأمنه. من الكفر بنعمة الأمان العبث باستقرار الوطن وأمنه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه، أي الوقيعة بين أبنائه، وتفويض دعائم بنائه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن. إن الغالب والمغلوب إذا ضاع الوطن، إن الغالب والمغلوب في هذه المعركة خاسران، والذي يضيع هو الوطن، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وتراثه وماضيه وحاضره ومستقبله. ألا يعتبر هؤلاء في الجزائر عبرة؟
في العراق عبرة، في السودان عبرة، في لبنان عبرة، في سوريا عبرة، في ليبيا عبرة، في سوريا عبرة، في ليبيا عبرة، في غزة عبرة. والسعيد من وعظ بغيره. أعيذكم بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تكوني تابعة لكل ناعق، أو تكوني كما وصف الشاعر: انظر الشعب المغنى، انظر الشعب المعنى كيف يوحون إليه، أصدر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من بغبغاء عقله في أذنيه، يا له من بغبغاء عقله في أذنيه. إن الذي يراد له أن يحدث في مصر هي الفوضى الخلاقة، والمراد بها تفكيك المجتمع المصري ثم إعادة ترتيبه على الأجندة الغربية في العقيدة والفكر والحياة والأخلاق والسلوك. هي إزالة هوية المجتمع الإسلامي العربية وإحلال ضدها محلها. هذا ما يراد لمصر، وهذا ما يراد لكل بلد عربي إسلامي. إما إن دلعت في أرجائه شرارة ما يسمى بالثورة، شرارة الثورة الماسونية يحركها الماسون عن طريق عملائهم في الداخل والخارج، وممن خربت دماؤهم وماتت ضمائرهم وانتفى انتماؤهم إلى دينهم وعقيدتهم وإلى وطنهم وترابهم، فصاروا كالدنيا، صاروا كالعرائس في مسرح العرائس، يحركها بخيوطها من وراء ستار شيطان رجيم. وأما هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عن أي دين يتكلمون؟ عن أي دين يتكلمون؟ الدين ما قالش احرق بلد، الدين ما قالش احرق بلد، الدين ما قالش لك تقتل أخوك، ما قالش لك يتم ولد. إن جيل النصر الذي يقيم الشريعة، الذي يقيم الإسلام، لابد أن يحقق أسباب التمكين ويحصل مقوماته. والذي يتأمل في كتاب ربه جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يجد أن سبب التمكين في الأرض إنما هو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا من شوب الشرك والابتداع والمحدثات من الأمور. وإنما يكون ذلك بتوحيد المتابعة للمعصوم، أي السير على نهج الرسول. فلا بد من توحيد القصد والإرادة، ولا بد من توحيد المتابعة. فمن لم يأتي بهذا فلا تمكين في الأرض. فكيف يقيم الدين من ابتدع في الدين؟ كيف يقيم الخلافة المزعومة من حرق وخرب ودمر وفجر؟ الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله رب العالمين وحده لا شريك له، وألا نعبده تعالى إلا بما شرع، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال تعالى: أم لهم شركاء
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرع الله عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إلهكم الذي يدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا للشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله رب العالمين وحده لا شريك له. وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمتى ما حققت الأمة ركني العمل المتقبل وأتت بأصليه مكن الله جل وعلا لها. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها المصريون، ختاما تذكروا أن مصر وزنها الحقيقي في هذا الجيش أمجادها التي بنتها من أيام أجدادنا الفراعنة إلى يومنا هذا. كل هذه الأمجاد هي أمجاد هذا الجيش. مينا موحد القطرين ورمز أول دولة في العالم هو قائد للجيش المصري. أحمس الذي انطرد الهكسوس بعد 100 عام احتلوا مصر بها وقائد للجيش المصري. رمسيس الثاني من وصل لمنابع النيل وسوريا شرقا والنوبة والسودان وأثيوبيا جنوبا هو قائد للجيش المصري. محمد علي الذي بنى مصر الحديثة هو قائد عسكري. من صنع نصر أكتوبر هو قائد عسكري. هؤلاء بنوا مجد مصر بدمائهم وسواعدهم، أما أنتم فتهدمون مصر بلسانكم وبانحياز كل آرائكم وفهمكم الضيق لعقائدكم. إننا أمام هذا الجيش العظيم صانع الحضارة والأمجاد الذي تريدون له الحالات بعد أن كانوا يذكرون في هذا الجيش الآن يتهمونه بالخيانة. والله المستعان وعليه التكلان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والسلام. اللهم وحد بين صفوف المسلمين، اللهم وحد بين صفوف المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك وكتابك ردا جميلا.